يا مساء البهجة والأنوار. لو سألت أي حد في العالم إيه أكتر بلد بتحس فيها برمضان، الإجابة دايما هتكون كلمة واحدة: مصر. والنهاردة أنا مش جاي أقول لكم كلام نظري، أنا جاي أخدكم في رحلة بالكاميرا في قلب شوارع القاهرة. هنمشي في الحواري ونبص على البلكونات ونشوف إزاي المصريين بيحولوا كل شبر لقطعة من الجنة بالزينة والنور. جهزوا الشاي بالنعناع ويلا بينا. في كل شبر في مصر، من أصغر حارة لأكبر ميدان، الفرحة واحدة. المصريين بيعرفوا يفرحوا وبيعرفوا يخلوا الضيف يحس إنه في بيته. رمضان في شوارعنا مش مجرد زينة، ده روح بتجمعنا كلنا. عارفين إيه أجمل حاجة في شوارعنا؟ إن البهجة مش محتاجة ميزانية، البساطة هي اللي بتحلي كل حاجة. حتة ورقة ملونة مقصوصة بالإيد ولمبة سهاري صغيرة وشوية جيران اتجمعوا بحب، هي دي الخلطة السحرية. روح مصر في الرضا، في الراجل اللي بيفرش حصيرة في الشارع ويستنى الأذان مع صحابه، في العيل اللي ماسك فانوس بلاستيك وبيغني وحوي يا وحوي كأنه ملك العالم. الروح دي مش هتلاقيها في المولات الكبيرة ولا في الأماكن الغالية، الروح دي محبوسة هنا بين جدران البيوت القديمة وفي ضحكة الناس اللي طالعة من القلب. في بلاد كتير بتصوم وفي بلاد كتير بتصلي، بس مفيش غير بلد واحدة بتعيش رمضان بكل حواسها. النهاردة أنا مش جاي أفرجكم على زينة، أنا جاي أشم معاكم ريحة البهجة اللي مالية الهوا. القاهرة النهاردة مش مجرد مدينة، دي لوحة مرسومة بالنور، والفرشة هي ايدين المصريين البسيطة. بصوا للزينة دي، شريط النور ده مش مجرد سلك كهرباء، دي وصلة ود، شريط واصل بين بيت وبيت وبين قلب وقلب. هنا في الحواري الزينة مجهود جماعي، كل بلكونة بتسلم للتانية. هنا مفيش حد غريب، الحارة كلها بتبقى بيت واحد، والسقف بتاعها هو حبال الزينة اللي مدارية السما. المحلات هنا كأنها في مسابقة جمال، كل صاحب محل عايز يفرش البهجة قدام بابه. ستاير النور اللي نازلة زي الشلال والفوانيس اللي بتلف وتغني. الزحمة هنا مش ضيق، دي ونس، الناس ماشية تبتسم لبعض، والكلمة اللي ماشية على كل لسان: كل سنة وانت طيب. كلمة بسيطة بس بتفتح أبواب مقفولة. احنا دلوقتي في المعز، الشارع اللي ما بيكبرش. بصوا للزينة هنا، هتلاقوها هادية وليها وقار. النور هنا بيحضن الحجر القديم، كأن اللمبات الصغيرة دي بتحكي للتاريخ إننا لسه بنفرح. شوفوا الفوانيس النحاس الكبيرة اللي متعلقة على بوابات الوكالات، دي مش مجرد إضاءة، دي هيبة رمضان زمان اللي لسه عايشة وسطنا. استمتعوا بتفاصيل النور وهو بيعكس ملامح المشربيات، كأن الشارع كله قطعة أنتيكة منورة.
والله يا حبيبي. خلصنا هيبة التاريخ في المعز، بس لسه الحكاية في أولها. تعالوا ندخل جوه لجوه في حضن الحواري اللي الزينة فيها بتلمس الكتف. يلا بينا على الجمالية. ادخلوا معايا في عمق الجمالية. هنا بقى الزينة اللي بالإيد، هنا مفيش مهندس ديكور، هنا الذوق الفطري. بصوا على حبال الورق الملون المتعلقة، النور هنا قريب منك لدرجة انك تحس انك لما اديت ايدك هتمسك الفرحة. شوفوا الستات وهي بتطل من البلكونات وسط الستاير الليد. الجمالية هي المكان اللي بيحسسك ان رمضان عزومة كبيرة واحنا كلنا معزومين فيها. بعد ما شفنا ونس البيوت في الجمالية، السكة سحبتنا لقلب القاهرة اللي ما بينامش. سامعين الصوت، شايفين الأنوار اللي مالية الميدان. احنا دلوقتي في حضرة الحسين. وصلنا للحسين. هنا المغناطيس، شايفين كمية الفوانيس. هنا مفيش سنتي فاضي من غير بهجة. الزينة هنا بتختلط بريحة البخور وضحكات الناس على القهاوي. الحسين في رمضان هو العيد قبل العيد. طاقة النور اللي هنا كفيلة تشحن قلبك سنة قدام. وسط الزحمة دي في ممر مسحور ريحته بتسبقه، ممر بيجمع بين نور الزينة وبركة الرزق. تعالوا نتمشى في الصناديقية ونشوف رمضان بيتشاف ويتمسك ازاي. الصناديقية، المكان اللي ريحته رمضان خالص. الزينة هنا واخدة طابع تجاري جميل. المحلات بتنافس بعض بستاير النور اللي نازلة زي الشلال فوق أكياس البلح واليميش. بصوا على انعكاس الضوء على قمر الدين. هنا البهجة ليها طعم وريحة. الممر ده ضيق بس النور اللي فيه وسع القلب، كأنك ماشي جوه مغارة علي بابا بس النسخة الرمضانية. سيبنا ريحة اليميش ورا ظهرنا ورايحين للمكان اللي بيخلق البهجة من العدم. المكان اللي ايدين صنايعته هي اللي نورت كل اللي فات ده. يلا بينا على ورش تحت الربع. احنا دلوقتي في مصنع السعادة تحت الربع. هنا الزينة مش للفرجة بس، هنا الزينة رزق وشقة. بصوا على الصنايعية وهم شغالين تحت لمبة واحدة. بصوا بيطلعوا فوانيس بتنور شوارع بحالها، بتنور مصر وبره مصر. هنا هتلاقوا أضخم فوانيس في مصر، الفانوس اللي بيتحط في مدخل الشارع عشان يقول للكل احنا هنا وفرحانين. جمال الزينة هنا في خشونتها، في صوت المطارق وتدخلها مع أغاني رمضان اللي طالعة من كل حتة. من خبط الحديد وصوت المطارق لنعومة القماش وفن الإبرة. مش هنمشي كتير، هي خطوة واحدة وهتلاقوا نفسكم تحت سما من الفن. أهلا بيكم في الخيامية. الله يقبل بخاطرك. خلاص بكره ابعتي لي بكره بالليل خديها. بصوا لفوق، احنا مش محتاجين سما، احنا عندنا الخيامية. الشارع ده متغطي بالكامل بقطعة فنية. الزينة هنا قماش وألوان. النور لما بيدخل من ورا قماش الخيامية بيعمل ظلال تخليك تحس انك في حلم. بصوا على دقة الغرزة وعلى تناسق الألوان. الخيامية هي شياكة رمضان اللي ما بتنتهيش.
الإعلامية خففت ألوانها في عينينا، بس نور السيدة بينادينا. رايحين لأكتر حتة في مصر روحها سارحة في الشارع. حي مدد يا أم العواجز. يا ست يا رئيسة الديوان السيدة زينب، هنا رمضان درويش ومحب. الزينة هنا فيها هيصة محببة للقلب، الأنوار كتير والألوان صريحة والبهجة من غير حساب. السيدة هي المكان اللي بيعرفك إن البساطة هي قمة الجمال. هنا الناس بتفرش النور في الشارع كأنها بتفرش قلبها للضيوف. بعد ما شبعنا من روح السيدة الشعبية وكرامها، تعالوا نختم ليلتنا بشياكة القاهرة الخديوية، المكان اللي رمضان فيه بيلبس بدلة سموكينج منور بالليد. يلا نتمشى في وسط البلد. القاهرة الخديوية هنا الزينة مودرن وشيك، ماشية مع خطوط العمارات العريقة. الأنوار اللي في الميادين بتخليك تحس بعظمة المدينة. هنا القاهرة بتلبس أحلى ما عندها عشان تسهر لحد السحور. وسط البلد في رمضان هي الفسحة اللي بتجمع كل الأذواق تحت نور واحد. جولتنا خلصت، بس الحكاية لسه ما خلصتش. النهاردة احنا مش شفنا زينة وأنوار، احنا شفنا روح بلد ما بتطفيش. شفنا ازاي المصري البسيط بيقدر يغلب العتمة بشوية ورق ملون ولمبة صغيرة وحب ملوش حدود. رمضان في مصر مش مجرد زينة في الشوارع، ده زينة في القلوب. البهجة اللي شفتوها دي هي اللي بتخلينا نستحمل أي حاجة، وهي اللي بتفكرنا دايما إننا أهل وونس. مصر جميلة بناسها وبعمرانها وبالرضا اللي مالي وشوش الغلابة قبل الأغنياء. يا رب تفضل شوارعنا منورة وبيوتنا عمرانة وقلوبنا صافية. لو عجبكم الفيديو ده وحسيتم بجمال مصر معانا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وقولوا لي في الكومنتات ايه أكتر لقطة لمست قلوبكم النهاردة. رمضان كريم عليكم جميعا، ونشوفكم في رحلة جديدة في قلب المحروسة. كل عام وأنتم بخير.